سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد. معكم طارق في العروض العقارية المختلفة. شوفوا اليوم شنو جبت لكم. يجيب لكم بصح جوهرة عقارية اللي هي عبارة عن شقة بالأساس ديالها كتباع كاملة جاهزة. الإنسان فقط غادي يجيب الحوايج ديالو وغادي يجي يسكن. شقة اللي كتواجد في عمارة اللي هي ار بلس، بما معناه عدد ديال السكان كيكون قليل. شنو هي هاد الار بلس دو؟ هي اللي كتكون فيها شقه في الطابق الارضي وشقه في الطابق الاول وشقه في الطابق الثاني وحيده وحيده. مساحه اجماليه ديال 120 متر مربع اللي كتجلى في هذه الهندسه هذه، اللي هي الباب ديالها ولا المدخل الرئيسي للعقار. عندي هو هذا، عباره عن باب مقاوم للكسر. وفاش كنحلوا الباب في المحاذاه ديال هذا العقار ما كاينه حتى شي شقه. عندي هنايا كاينه لافابو، كاين طواليت، كاين هنايا الدوش اللي دايرينو بسيباراسيون، ونزيدو عليها كاين عندي هنا طواليت واحده اخرى اللي محسوبه كديبار. امام الباب عندنا هنا واحد الفاسك، شوفوا على ديكورات فيه كي دايرين. عندنا سيجور رقم واحد والسيجور الكبير. كما قلت هاد الاثاث هذا الا بعض الاشياء اللي غادي يحتفظوا بها، كنعاودها، الا بعض الاشياء اللي غادي يحتفظوا بها امالين هاد العقار. كنتواجد بالضبط بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس القي عليكم اجمل التحيه، اجمل السلام اينما كنتم. وبالضبط كنتواجد على مقربه من طريق الرباط، على مقربه من اتاق الداو، على مقربه من بزاف ديال المرافق اللي كيحتاج الانسان، وفي واحد الحي اللي هو جديد، حي نقي. اي حاجه كيبغيها الانسان فكاينه، حتى المدارس كاينين، مسجد، ما الى ذلك. عندي هنايا المطبخ اللي مثالي، فيه ميكرووند ديالو، الفران ديالو، الثلاجه، لا بلاك، فيه كذلك لافيسيل، وكاينه برا عندنا الماكينه ديال الصابون. شقه اللي ممتازه لا من ناحيه الفينيسيون ديالها، لا من ناحيه ديال الترتيب ديالها، وحتى من ناحيه ديال الاثاث. اللي بغى يشوف اعزائي المشاهدين هذا العقار عن كثب فما عليه الاتصال والتواصل معي وانا راهن الخدمه. مساحه اجماليه ديال العقار هي ديال 120 متر مربع، جات بجوج ديال الواجهات، واجهه جنوبيه غربيه، بما معناه الشميشه كاينه في العقار. عندي هنايا الغرفه ديال الوالدين فيها بلاكار ديالها، وغادي تشوفوا معايا بان البلاكار راه واجد، بما معناه فيه الرفوف ديالو. هنايا كاين عندنا تلفاز، مبل، وباطلاله اللي جميله. عندنا الغرفه الثانيه اللي هي غرفه ديال المعيشه ولا سيجور كما كيحل الانسان يسميه. هنايا فيها التلفاز ديالها. كنحاول ما امكن اني نصور هادشي بسرعه لان الانسان اللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه الاتصال بيا كيجي كيشوف كان افضل وكان احسن. عندي هنا الغرفه الثانيه ومشمشه كما قلت انتم، الشميشه داخله من هنا، البلاكارات ديالها في كلشي. قلت العقار ديال اليوم كيتباع بالفراش ديالو، الا بعض الاشياء الخصوصيه اللي غادي تبقى ديال موالين هذا العقار. بالنسبه للثمن ديالو فهو 680 الف درهم. كنهضروا على 68 مليون اعزائي المشاهدين. 68 مليون شنو غادي تجيب؟ كتجيب عقار ربما في بلايص اخرى مستحيل بالطبل ديال هذا الثمن فوا جوج كما كنقولوا، وما يمكنش انك تلقى بحال. هذه فرصه، كنتسنى الاتصالات ديالكم، التعاليق ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله مع طارق.